حياتي، وعيني كلما وقعت على هذه الطفلة وهي تمشي تذكرت مشية أمي فاطمة، فوالله قد اشتقت إلى مشيتها، فقلت لهذه الطفلة امشي حتى أتذكر أمي فاطمة. هذه الطفلة منو؟ هذه الطفلة عندما سار ضعن الحسين باتجاه الكوفة بعد مقتل أبي عبد الله الحسين، الروايات تقول إن ضعن الحسين في ليلة ظلماء وقف الضعن ولم يتحرك. جاءوا حملة الضعن إلى علي بن الحسين: يا ابن الحسين، إن الضعن وقف، إن رأس أبيك قد نبت في الأرض، الرمح الذي عليه رأس أبيك قد نبت في الأرض ولا يتحرك. الإمام زين العابدين التفت إلى راحلة عمته زينب قال: عم زينب تفقد الأطفال والعيال. هسه راح تعرف هذه الطفلة منه، بدموع رقية، بدموع الحسين، بدموع فاطمة العليلة، بدموع سكينة، بدموع زينب. زين، خد نحرق قلوبنا ونحرق دموعنا ونحرق أجسامنا حتى تغفر ذنوبنا بهذه الليلة. تفقدت الأطفال، تفقدت العيال، نادت: يا ابن أخي، إن أختك رقية غير موجودة. ما هي القافلة؟ الإمام زين العابدين قال لهم: لا تتحرك القافلة، إن رأس أبي لا يتحرك من مكانه حتى تجدون أختي رقية. قالوا له: يا ابن الحسين، هاي ليلة ظلماء صحراء بيداء، احنا وين راح نلقى أختك؟ الإمام زين العابدين قال لحملة الضعن: اذهبوا إلى رأس أبي الحسين وانظروا إلى عينيه، فإن عيني أبي الحسين تنظر إلى الجهة التي وقعت عليها أختي رقية. أيوة إماماه وحسينه. خل أضيف لك فرشية تعرف أن رقية سلام الله عليها كانت عزيزة الحسين، ملقبة بعزيزة الحسين. عندك معلومة أن رقية بعد استشهاد الحسين أصبحت يتيمة الأبوين، لأن أمها قد ماتت عند الولادة، فلذلك كانت قريبة على قلب أمه. رحم الله تلك العمر، رحم الله تلك الدمر. يعني لا تقوم تحتضنها وأبوها قد استشهد. أيوة إماماه وحسينه. ذهب حملة الضعن جاءوا برقية، ما إن وصلت إلى الضعن رأت رأس أبيها نبت: يا والدي والله عظيمة، أنا صير من زوجتي دار الأم يا خيمة يفيع على بناته حريم. سار الضعن، مواقف كثيرة حصلت في الطريق، ولكن وصلوا إلى الشام، نزلوا بتلك القرية التي لا تقيهم من حر ولا برد. مأساة كثيرة حصلت في يوم وصولهم إلى الشام. جن الليل، زينب هدأت الأطفال، بلغت العلويات: هدئنا الأطفال حتى نستريح من عناء السفر وما قد حصل. ما إن هدأ العيال والأطفال خلدت زينب بأبي وأمي إلى النوم، إلى الراحة. أي راحة؟ لعلها تغمو عيناها بعيدا مما عانته في ذلك اليوم. لحظات وإذا بالنداء: عم زينب، عم زينب، أريد والدي الحسين. جلست زينب بأبي وأمي وجدتها رقية: بني رقية، إن أباك على سفر وتقصد به سفر الآخرة. قالت: عم زينب، إن أبي الحسين الساعة كان عندي وهو يقول: بنيتي رقية، لقد اشتاق العزيز إلى عزيز. بنيتي رقية، قد اشتاق العزيز إلى عزيز. ما يقارب 30 يوم الحسين فارق رقية. أجركم الله. جلس الأطفال، جلست النساء على
العلويات بالبكاء وبالنحيب. ساعد الله قلب مولاتنا زينب. أنا أحد الخطباء يقول: كنت أقرأ في ضريح الحسين، وكنت أقرأ هاي الأبيات دائما في ضريح المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. أنا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلمني. يقول: ما أتممت محاضرتي حتى كان أحد السادة إلى جواري قال لي: يا شيخ لا تقرون هاي العبارات بعد، أنتم تقللون من هيبة زينب. زينب لم يقع عليها كذا ولم يحصل لها كذا ولم يكن لها هذا. يقول: في الليلة الثانية ما إن صعدت على المنبر حتى جاءني ذلك السيد قال: يا شيخ أقسم عليك بزينب أن تقرأ أبيات زينب يحجون عني. قلت له: سيدنا ما أقرأ إلا تقول لي شنو الخبر. قال له: يا شيخ البارحة بالرؤية شفت امرأة مجللة بالسواد محدودة الظهر مملوءة بالغبار من رأسها إلى أخمص قدمها انكسر خاطري عليها. قلت لها: أمة الله من تكونين وماذا صنع بك هكذا؟ يقول: السيد التفتت إلي تلك المرأة قالت: يا سيد أنا زينب يرجون عني سليت المصايب ما سلمني. خلنا نقراها والله، خلنا نقراها كلنا سوا. أبطال العاشوري. أنا زينب اليحجان عني رحم الله تلك العنة، رحم الله تلك الصرخة، رحم الله تلك اللوعة التي كانت لنا. الإمام الصادق يقول: بأي حرق سوف ننادي الحسين بهذه الليلة كفارة لذنوبنا. أنا زينب اليحجان عني ومسليت المصايب ما بالبكاء وبالنحيب. وصل الخبر، وصل الصوت إلى مجلس يزيد. قال: ما الخبر؟ قالوا: إن طفلة للحسين تريد رؤية أباها. اللعين قالوا: خذوا برأس أبيها إليها. بينما رقية في حجر زينب تهدئها إذ أقبل اللعين بقصد فيه رأس الحسين وضعه أمامها. زينب قالت لرقية لحظات الوداع: من كان له هم، من كان له حاجة فليعلقها بيد رقية إلى الحسين نضعها بين يدي الباري جل وعلا. فقالت لها: بني رقية. هذا رقية قالت: عم يا زينب إني لا أريد طعام. قالت: لا، وإنما هو أبوك الحسين. جاءت نحو الرأس الشريف، رفعت الغطاء، رأت الرأس، صاحت: هل جئت يا لعنين يا لعنين يا حلال عدنا بليلة العيد. انحنت الإمام زين العابدين رمت بنفسها على رأس أبيها الحسين. الإمام زين العابدين يقول: والله لقد كسرت خاطري أختي رقية. شو صاير يا ابن الحسين؟ يقول: باوعت عليها ووضعت صدرها على الأرض حتى صارت أمام عيني أبي الحسين. أزالت بثوبها، خرجت بتورها، نادت: أبا يا حسين انظر ماذا صنع بي الأعداء. جنابك الله يحفظك ويحفظ لك عوائلكم. إذا كنت على
على سفر، إذا كنت في الزيارة، إذا كنت رايح على البيت تغيب يومين 3 4 أيام، إذا رجعت للبيت راح يتلقونك أولادك، راح يتلقونك أحبابك، وخصوصا البنيات عزيزات راح يتلقونك. شو يقول لك؟ يسولف لك كل اللي صار بأيام غيابك. صايرة وياك؟ بويا فلان إجانا، بويا فلان راح من عندنا، بويا فلان ضربني، مو انت تسولف بويا ايش جبت لي؟ سولف وياك من العبارات، يقول لك بويا فلان هيك ضربني، هيك قال علي، هيك حكت علي. رقية بهذا العمر عندها راحت راس الحسين ارادت ان تشكو يا بيا. تصور حالك انت وبنيتك قدامك وجاي تسولف وياه، يقول لك بويا فلان ضربني واخوي اعتدى علي زينب. رقية عندما رأت رأس أبيها الإمام زين العابدين يقول رسمت بطنها صدرها على الأرض وأزاحت بثوبها حتى صارت أمام عيني أبي الحسين تقول له أبا انظر ماذا صنع الأعداء. صاحت هلا بجيتك يا العميد يا هلال عدنا بليلة العيد، ليش قطعت بين صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. لحظات زين العابدين قال عم زينب حرك الطفلة من على رأس أبي، قالت دعها يا ابن أخي تتزوج. فقالت قال عم زينب إن أختي ماتت على رأس أبي الحسين. تقول له خويا والله حيرتني حرمة بجريرك قلبتني. اخويا صح انا قلت لك ابو علي، خويا بعين باريلك يا عيالك ومبروك لسجد لك اطفالك. هذا المجلس، هذا العزاء، هذا الانين، هذه الدمعه من يحضر بها اكيد بان الروايات تقول اذا كان المجلس على مستوى من الاخلاص فان فاطمه سلام الله عليها حاضره في المجلس. فان شاء الله بهذه الدموع وبهذه الآهات اكيدا ان فاطمه حاضره بمجلس عزاء ولدها الحسين، هي اللي تقول سلام الله عليها، هي المعزات، هي اللي تقول يا ناس دلوني بدرب المجرى منير. انا بعيني فاطمه يا امي، انا بعيني بجيب الماي الحسين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الان بعد ان نفوسنا قد تعلقت بالحسين نعود الى صاحب الامر الحجه بن الحسن، فقد ختمنا كلامنا معه. يا ابن الحسن إنا توجهنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا. الآن بيد واحدة وبصوت واحد وبقلوب منكسرة وبهذه الدموع نستعطف قلب إمام زماننا عله يرمقنا بنظرة رحيمة في هذه الليلة. يا وجيها عند الله اشفع لنا. طايحك نحن خايف من حاجه، تصيح بهذا الصوت لو صيح من حلقه قلبك من الداخل. انا جاي اقول احنا نقول مرت سنه كامله على مدار سنه ايش قد ذنوب عندنا، خلي الواحد يطلعها من قلبه، من يتوسل بالامام يكون يكسر قلب الامام سلام الله عليه. يا وجيها عند الله اشفع لنا. من كثرة الدعاء
والبكاء والضجيج والأنين والعبادة. فهذه الليلة لنكن مثل أصحاب الحسين ولننادي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أيها المضطر يا ابن الحسن، هذه أيدينا قد مددناها، نتوجه إلى الله تعالى بك يا إمام زماننا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ارفعوا أيديكم إخواني بالدعاء. يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب كرب المكروبين. يا الله إلهي بمحمد 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 بعلي بعلي بفاطمة بفاطمة بالحسن في كل عام. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إلا الأخير الخامس إذا وصلتوا له لا تحجون بسرعة، هذا يكسر القلوب. إذا أردتم تحجون باسم احجوا بقلوب منكسرة. هذا الحسين بالحسين بالحسين بالحسين. خلي ايدك على قلبك. الإمام الصادق سلام الله عليه، خلي ايدك والله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول والله ما وضع مؤمن يده على قلبه ونادى ثلاثا يا حسين إلا وشعر بدنا، أو نادى خمسة